أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد بالصور زيارة وفد الكنيسة القبطية باستراليا للكنس اليهودي المركزي تضامنا مع ضحايا بونداي. قام نيافة الأنبا دانيال أسقف أبروشية سيدني وتوابعها الأقباط الأرثوذكس باستراليا على رأس وفد من كهنة الكنيسة بزيارة الكنس اليهودي المركزي بمدينة سيدني برفقة السيد دوف فريزر ممثلا عن عمدة ويفرلي السيد ويل نمش، تضامنا مع المجتمع اليهودي في أعقاب الهجوم الإرهابي على أبناء الجالية اليهودية بشاطئ بونداي يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر الماضي. وكان العمل الإرهابي قد حدث أثناء احتفال اليهود بعيد الأنوار اليهودي حانوكا، وأودي بحياة 15 من الضحايا وعشرات الجرحى. وقد التقى الوفد الحاخام ليفي وولف كبير الحاخامات الذي كان من استقبالهم في إطار بناء جسور المحبة والاحترام والوئام والسلام. وعربت الكنيسة القبطية عن حزنها العميق لأرواح الضحايا 15 الذين سقطوا في الهجوم. وفي نهاية اللقاء قدم الوفد الشكر والامتنان للحاخام الدكتور ديفيد سلافين مؤسس ومدير المطبخ الكبير في بونداي على استقباله وصداقته. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.